بيقولوا إن ميلانو عاصمة الموضة، بس اللي أنا شفته على أرض الواقع غير كده. أهلا بيكم في عاصمة المصريين في أوروبا. اليومين دول هنلف في تاني أشهر مدينة في إيطاليا، ميلانو، وهنستكشف المعالم السياحية وكمان نجرب الأكل الإيطالي. ميلانو جالها أكتر من 8 مليون زائر في سنة 2023، وأشهر مكان الناس بتتجمع فيه هو عند كاتدرائية ميلانو الدومو يا شباب، مركز الانترفيوهات هنا في إيطاليا للمصريين. كاتدرائية ميلانو تحفة معمارية، بس اللي أذهلني هناك أكتر حاجة هو كمية المصريين اللي موجودة في المدينة. أنا وصلت ميلانو، تعالوا نشوف هاخد وقت قد إيه لحد لما ألاقي شخص مصري. طيب شكرا للمتابعة، ما تنسوش سبسكرايب ولايك، واشوفكم في فيديو جديد. سلام. وفي بعض المناطق ممكن تفتكر نفسك فعلا في مصر مش في إيطاليا. ايه ده؟ هما اليونانيين بقوا شبهنا كده ليه؟ أجواء مصرية 100%. يا جماعة جبنا هنا شوية حلويات. ما شفتش ولا إيطالي هنا في المنطقة. سان سيرو يا جماعة، اللي عايز يستكشف يجي إيطاليا يجي سان سيرو. حاولت كمان أسأل شات جي بي تي عن عدد المصريين في ميلانو. هو في كام مصري هنا في مدينة ميلانو الإيطالية؟ جنب الدومو على طول هتلاقوا أشهر وأجمل مول في التاريخ، واحد من أول المولات اللي اتبنت في العالم من بداية سنة 1865. وهنا هتلاقوا كل البراندات العالمية والغالية زي عم جوتشي ولوي وبرادا وغيره. دي يمكن من أغرب الحاجات اللي أنا شفتها في ميلانو. الناس هنا متجمعة عشان التور ده. بيقولك لو انت جيت وقفت ولفيت 3 مرات على الطور من غير ما تقع، احتمال كبير أمنيتك تتحقق. ياريت لو حد فيكم جرب الموضوع ده يكتب في الكومنت لو ده فعلا حقيقة. ما تزورش ايطاليا وبالتحديد ميلانو عشان الاكل. ياريت تقتل كل توقعاتك العاليه، لان بصراحه الاكل الايطالي في ايطاليا اوفر ريتد جدا. انا زرت ايطاليا 3 مرات على مدار سنه، ولقيت مطعم باستا واحد بس هو اللي حلو، وده كان في بيسا. الباقي اي كلام. جربت مطاعم في اماكن سياحيه واماكن بعيد. ما تصدقش رد فعل الناس على التيك توك لما ياكلوا الباستا والبيتزا الخياليه. يا خبر، تصوري انت خدتيها من على شفتيا. بصراحة الأكل الإيطالي في بلدنا أفضل بكتير، لأن إحنا بنخدم الأكل بتوابل أكتر. لكن في إيطاليا هيقولك حط زيت زيتون يا معلم، على أساس الزيت زيتون هينقل طعم الباستا لحتة تانية. ويا سلام بقى لما تيجي تطلب بيتزا وما تركزش في المنيو تلاقيها من غير صوص الطماطم. طب إزاي؟ والعكس برضه، تلاقي بيتزا بصوص الطماطم بس من غير جبنة. يا جماعة إيه اللي بيحصل ده؟ وبعدين مفيش إلا مارجريتا والهام يعني إحنا عايزين البروتين يا جماعة. الحاجة الوحيدة اللي حلوة في إيطاليا هي الجيلاتو. غير كده معظم المطاعم زي ما بيقولوا تورست ترابس، ويدفعوك 2 ل 4 يورو خدمة للشخص الواحد. أنا عارف ناس كتير مش هيعجبها كلامي، بس دي كانت تجربتي الشخصية. ولو عندكم دليل قبل ما تكتبوا تعليق، اكتبوا اسم المطعم اللي عجبكم. فلو جايين ميلانو اعملوا ريسيرش كويس عن المطاعم اللي موجودة، لأن بصراحة هتزهقوا من كتر البيتزا والباستا. أنا بيتزا وباستا وباستا وباستا. لو جاي زيارة ميلانو كام يوم، أنصحك تشتري تذكرة المواصلات اللي هي يوم أو 3. سعر التذكرة 24 ساعة 7 يورو 60 قرش، والتلات أيام ب15 يورو ونص. وتقدر تشتري التذكرة من الفيندنج ماشين اللي موجودة في كل محطات المترو تقريبا. ياستا يس سير ستوب. بالنسبة لمواعيد الترام القديم فانت وحظك، يا اما هيفوتك يا اما هتفضل واقف على المحطة كتير، لان مفيش مكان تقعد. وطبعا ما ينفعش نزور اي بلد من غير ما ناخد فكرة عن الاسعار في السوبر ماركت. اي حد دلوقتي بيسافر بره يا جماعه معاه موبايل وفيزا بيودينا السوبر ماركت. تعالى اوريك اجرس 30 ثانيه اللي هو 9 يورو يجيب لك ايه من السوبر ماركت. والله مش عارف، الواحد مالوش حظ هنا في الاكل في ايطاليا. يقول لك البيتزا والباستا وايطاليا يعني بتعمل اكل حلو، لكن لا اليومين دول انا ما اكلتش يا جماعه. يعني كل ما تروح مطعم تدفع مبلغ وتاخد مقلب، يعني ده عينات كده. كمان ان انا بدور على مطاعم كويسه، بخش على جوجل مابس واشوف الريفيوهات، بتلاقيه واخد مثلا 4.5 ويعني شبه تقريبا 5 نجوم، بس الاكل وحش جدا. فانا مش فاهم الناس اللي بتاكل الباستا والبيتزا في المطاعم دي ازاي بيدوا ريفيوز كويسه جدا. وبرضه نفس الحكايه على التيك توك، الناس على التيك توك تقول لك بيتزا خطيره والباستا تجنن،
جماعة البيتزا والباستا عاديين جدا، يعني مفيش حاجة سبيشال قوي في طعم الباستا. بس يمكن حظي وحش المرة دي. لو تعرفوا مثلا مطاعم كويسة في ايطاليا او ميلانو اكتبوا لي في الكومنتات، ويمكن لما اجي مرة تانية اروح واجرب. من اكتر الحاجات اللي عجبتني في ميلانو هي الاسواق اللي بتتنظم كل يوم والتاني. الاجواء هنا كانت جميلة جدا. البرج ده شبه برج خليفة. برج خليفة ميلانو إديشن يا جماعة. محدش يقول لي بقى باستا وبيتزا والكلام ده، احنا جايين هنا عشان ناكل الكشري. يعني مثلا هنا في ايطاليا عادي جدا الواحد يركن في نص الشارع كده، يعني عمليه سايبه قوي في ايطاليا يا جماعه. عدي يا باشا عدي، تعالى يا اسطى. اول اتوبيس عدى، يلا اللي بعده. الدور يا جماعه واحد واحد، مش مستعجلين، في ناس بس واقفه في النص مقفله الشارع. طيب هل تستاهل ميلانو الزيارة؟ يعني ممكن مرة أو مرتين في العمر سياحة. في كمان ممكن تستكشف ليك كومو وتقضي يوم أو اتنين هناك في وسط الطبيعة جميلة. هتركب قطر من ميلان لفارينا، ومن هناك هتتنقل بالمراكب للقرى المحيطة. أهم حاجة تخلي بالكم من حاجاتكم لو مسافرين ميلانو، لأن في سرقة ونصابين كتير.